السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى. اليوم على بركة الله رايحين نديرو عجينة الهمبرجر، تجي خفيفة ما شاء الله. نبداو. أول حاجة نحتاجوها هي 5 كيسان فرينة، 5 كيسان فرينة. اللي يحب يقسم المقادير على زوج يقسمهم على زوج، اللي يحب يدير المقادير كاملين يدير المقادير كاملين، كل واحد على حسب العيله نتاعو. زوج، 3، 6، 4، 5 كيسان فرينة. واش نحتاجو؟ مغرف سكر كبيرة، نحتاجو خميرة الخبز مغرفة كبيرة، نحتاجو شوية ملح على حسب كل واحد كيفاش يحب. كاين اللي يحب ملح زايد، كاين اللي يحب متوسط، كاين اللي يحب ناقص، كل واحد كيفاش يحب الملح نتاعو. نضربهم هكذا مليح مع بعضهم. ونزيد مغرفة تاع قهوة خميرة حلويات، مغرفة تاع قهوة لا زايد هكذا. ونزيدو نص كاس نتاع زيت، نفس الكاس راني ديما ندير بيه البنات، نصف كاس تاع زيت هكذا، مع ماء دافي، مع الماء الدافي البنات. تتدلك شويه باليدين، نخدم بيدي خير وخير باش ندخلو الزيت في فرينة مع المقادير تخش في بعضها. لازم تستعملي يدك هكذا، نعجنوها بماء دافي وعجينة الهمبرجر تجي لينة هكذا. شوفوا الماء تاعنا دافي، بسم الله. زيدو غير بشويه كل واحد الماء حسب الفرينه نتاعو. كاينه فرينه تشرب وكاينه فرينه ما تشربش مليح. العجينه كوما تجي لينه كوما تجي خفيفه، ديما العجينه تجي لينه تجي خفيفه. شفتوها كيفاش راهي لينه في ايدي. زيد غير شويه برك وصاي هكا سي بون. شوفوا البنات العجينه لينه ما شاء الله. ندلكها غير شويه برك، مش بزاف، شوفي راهي توسخ في يدي، غير شويه. غير بشويه معاها. والعجينه الهمبرجر كيما قلت لكم لازم تجي لينه شويه باش تجي مليحه. شوفوا كيفاش راهي لينه، غير شويه برك دكا وخلاص. درها شويه زيت بهذه الطريقه
ايوا هذه العجينه واش عندنا، ما تدي وقت، ما تقبض وقت، ما تقعدي معها بزاف وتجي خفيفه ما شاء الله. وقد ما كانت لينه شو بدات تنشف. على بها البنات نقولكم كل واحد ولا عجينه الفارين، عفوا كل واحد الفارينه نتاعو. كاينه فرينه تشرب بزاف، كاين فرينه ما تشربش بزاف. نقسموا العجينه نتاعنا نديروها بالدور ما هكذا. كل واحد عينو ميزانو. شوف كي راهي باينه البنات ما شاء الله، شوف تلصق في اليدين. شوف وراح تحط ثاني كميه ما شاء الله بهذه الطريقه. دهنا السنيوان تاعي بشويه زيت وحطيتها هكذا. نزيدو نكملو هذه. راح تحط لك كميه لاباس بها. شوف كيفاش تلصق هكذا هكذا، غير دوري هكذا هكذا تستخدم وحدها. شفتوا كيفاه هكا تبدا تتجمد وحدها. هذه هي كيفاش تجي عجينة الهمبرجر هكذا بهذه الطريقة. هاي وين هي السنيوات تاعنا البنات، تحط لك 10 حبات. راح نخليه نديرهم هكذا، حنبسطهم شويه بهذه الطريقه. بهذه الطريقه هبطهم شوي باش ما يجوناش معجنين هكذا بهذه الطريقه. راح نكملهم كل البنات ونعاود نولي لكم. هذه هي عجينة الهمبرجر البنات، كرستها وحطيتها تخمر. جوني 10 حبات. بعد ما تخمر نعاود نولي لكم البنات. شوفوا البنات الهمبرجر تاعنا بعد ما خمر دهنته بشويه بيضه، خلطتها مليح دهنته بها ودرت له شويه سينوش، وكندخلو الفور يطيب من التحت وبعدها من الفوق ونعاود نوريه لكم. هذا هو خبزنا البنات بعد ما وجد. شوفوا كيفاش جا خفيف احمر ما شاء الله، مازال سخون. راح نجربوا واحده سخون، مازال سخونه البنات. راح نجرب معاكم واحده نحلوها. شوفوا البنات كيفاش جا خفيف ما شاء الله. نتمنى الصوره تكون واضحه برك. جا خفيف ما شاء الله. واش راح نديروا له مقادير بسيطه برك. شوفوا الهمبرجر تاعنا اليوم كيفاش خفيف، العجينه خفيفه ما شاء الله. راح ندير له شويه طماطم، حمصتها شويه طناطيش. راح نديرو شويه بطاطا البنات، نديرو شويه بصله هكذا، نديرو بيضه، ونديرو شويه مايونيز صنع بيتي برك البنات. باش نهار ندير لكم مقادير تاع مايونيز بهذه الطريقه.
ونحطه عليها. يجي بهذه الطريقة الهمبرجر تاعنا. شوفوا البنات جا عالي ما شاء الله. راح نقسمه كمل الساعة الحبات الناس كله، ونقسم معاكم واحدة شوفوها. هذا هو البنات الهمبرجر تاعنا اليوم واجد جا ما شاء الله. العجينة جت خفيفة خفيفة ما شاء الله. نتمنى يعجبكم. راح نقسم معاكم واحدة. هكذا عفوا على الفوضى تاع الولاد. هكذا هذا هو الهمبرجر تاعنا اليوم البنات. نتمنى يعجبكم. هذا هو الهمبرجر تاعنا اليوم جا خفيف ما شاء الله. نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه. مع السلامة.